السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطفيلات شحالكم؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بأحسن الأحوال. يا مرحبا بكم وسهلا في قناتكم وقناتي، ومرحبا بكم وسهلا في وصفة جديدة. طفيلات، أنا جبت لكم قنبلة للتبييض اللي هو ماسك النضارة وتوريد البشرة، وكيشد يعني ما شاء الله يشد البشرة ويقلل من التجاعيد وكيرطبها ويخلي بشرتنا نضرة وحيوية ويوحد لون البشرة. كيقضي على التصبغات والبقع الداكنة والرؤوس السوداء، ويفتح البشرة ويخلي وجهك لامع، ويعالج البشرة من الجفاف والهالات السوداء، ويساعد في إزالة الجلد الميت، ويساعد على شد البشرة من الترهلات بسبب التجاعيد اللي كتكون في الوجه وعلى الرقبة. كيخلي ما شاء الله بشرتنا رطبة مثل بشرة الأطفال ونظيفة. يعالج الحبوب وأثرها، ويعالج بشرتنا من جميع الشوائب. وفي نفس الوقت ما شاء الله هذا الماسك هذا كيساهم في زيادة الكولاجين. وأنا متأكدة إن شاء الله الكل غيتساءل على سر جمال وصفاء صحة البشرة ديالك. بإذن الله غادي تستغناي عن الفلتر والمكياج مع هاد الوصفة هذه اللي جبت لكم اليوم. فعلا كتستحق التجربة. أنا جبت لكم اليوم وصفتين، اللي هو التونر تقريبا حكمت. التونر هذا انا كنستعمله يوميا بشكل يومي في الصباح والمساء، اللي متكون من اوراق شويه من اوراق الكركديه. كنضيف عليهم ماء مغلي وكنخليهم منقوعين مده ساعتين حتى ل3 ساعات، وكن كنضيفهم يعني كنوضعهم في هذه القاروره هذه بخاخ، وكنستعملهم بشكل يومي في الصباح والمساء. ويمكن لك تحتفظي به يعني تقريبا 5 أيام حتى الأسبوع في الثلاجة. وعندي لكم هون وصفة اللي هو ماسك متكون معلقة كبيرة من مطحون أوراق الكركديه. ما شاء الله الكركديه عنده ياسر من الفوائد للبشرة ديالنا والصحة ديالنا، لأنه فيه ياسر من الفيتامينات، خصوصا الفيتامين سي. المهم أنا حكمت تقريبا معلقة كبيرة من مطحون أوراق الكركديه، وضفت عليهم معلقة كبيرة من مطحون الروز. يعني طحنت الروز وخليته ناعم باش ما يجرحش البشرة ديالك. يعني كتطحني الروز مزيان ويكون ناعم. يعني ضفت تقريبا معلقة كبيرة على معلقة كبيرة من الروز، زدتهم على معلقة كبيرة من أوراق الكركديه المطحون، وضفت عليهم قطرات من العسل الطبيعي، وضفت عليهم كذلك معلقتين من الزبادي الخالي من السكر، وخلطتهم مزيان حتى حصلت على هذا القوام ثقيل شوية. ضروري يكون مثل الكريم باش نقدر نتحكم فيه. المهم أنا هذا الماسك كتوزع على البشرة ديال وجهك وعلى العنق ديالك، وكتخليه تقريبا حتى ينشف مدة 4 ساعة، ومن بعد كتغسل البشرة ديالك. وانا متأكدة غادي ان شاء الله من اول تجربة غادي تلاحظي واحد الفرق كبير ما شاء الله في البشرة ديالك. نتمنى منكم طفيلات تجربوه وتشتركوا في القناة ديالي وتكثروا من اللايكات، يا كاني دائما نجيب لكم الجديد. مرحبتي بكم ووني بكم.